أعزائي المشاهدين برنامج مشكلتك ليها حل. أسعد الله مساءكم. حضراتكم النهارده أكيد منورينا، ونتمنى في أول حلقاتنا إن احنا ننال إعجاب. النهارده أول حلقة لينا في البرنامج ومعانا ضيف مهم جدا. الضيف اللي معانا من أبطال حرب 73. الضيف اللي معانا عنده مشكلة عايز يعرضها على المسؤولين ومش عارف، فلما لجأ لنا احنا قلنا له تعالى احنا هنعرضها على المسؤولين، وان شاء الله باذن الله هيبقى وجد لها حل. معانا النهارده الحاج جاد. نفسك يا حاج جاد؟ أنا المواطن جاد محمد محمود الشربيني من محل الكبرى. أهلا وسهلا بيك يا حاج جاد. ممكن تكلمنا عن مشكلتك؟ مشكلتي إن أنا حضرت الحرب وانصبت فيها، ما ثبتهاش إن أنا مظبوط، إن أنا اتعورت في الحرب، وحصل عندي نوبات صرع في 74، ما ثبتش إن أنا اتعورت في الحرب. أنا لغاية دلوقتي ما خدتش حقي في الدولة. طيب ممكن تكلمنا عن نوع الإصابة اللي أنت أصبتها في الحرب وإزاي؟ مفيش خية شظية جاية في دماغي، بس سببت عندي بتعمل عندي صرع والورق بتاعي أهو. طيب يعني أفهم من كده إن حضرتك ما ثبتش طب احكي لنا كده إيه اللي حصل معاك بالظبط، وليه أنت ما ثبتش الإصابة اللي عندك؟ لأن كان بيجي لي نوبات صرع وفقت الوعي وما أعرفش حاجة. يعني بعد الإصابة أنت فقدت بعد الإصابة قعدت فقد الوعي أكتر من 20 سنة. بعد الإصابة بعد الإصابة الحاج جاد فقد الوعي خالص، ما كانش عارف هو مين. الناس هم زمايله هم اللي رجعوه، واكتشف بعد ما فاق شوية إن اسمه كان موجود في ملف المفقودين في الحرب، وجاله حالات نوبات صرع بعديها، وعشان كده هو ما عرفش يوصل ان هو يشوف ورقه. طب كلمنا عن الكارنيه اللي انت كنت عامله كده. انا كنت عامل كارنيه بس مش فاكر عامله من مصر ولا من التأمينات. كنت بخش اي مستشفى اي مكان بركب بيه حتى القطر ببلاش، الكارنيه بتاعي انسرق او اتكسر مع الفيزا. فانا رحت عشان اعمل الكارنيه من الاداره من هنا من المحافظه، قالوا انت سائق مالكش اسم عندنا، وادي الورقه اللي هو كاتبينها لي، عايزين نموذج 51 س من السجلات. رحت السجلات بتاع طنطا قالوا مالكش اسم عندنا. رحت المنصوره قالوا له مالكش اسم عندنا، لان انا كنت تبع اسكندريه مانيش عارف اعمل ايه. طب حاج جاد، حضرتك في الاوراق اللي انت جايبها لنا انت جايب لي دلوقتي شهاده بالاصابه اللي عندك ان انت طلعت عجز من الشركه اللي انت الشركه عجزتنا. كلمنا عن موضوع العجز دوت وازاي انت وصلت للشهاده دي. 75 سنه 75. سنه 75. طب كلمنا ازاي انت وصلت للشهاده. جيت اللجنه في المحله قالوا عنده صرع بقى يبعتوني هنا هنا، عملت كشف طبي ورسم المخ. طلع عنده نتيجه الاصابه اللي انت وصلتها. نتيجه الاصابه اللي هنا بقت تعمل لي ايه نوبات صرع، امشي في الشارع اقع الشنق. تمام. فالمهم بعتوني طنطا هنا اللجنه الخماسيه اللي هنا، شافوا الورق راحوا جاي مطلعين عاجز. خدت المعاش بتاعي مش عارف 41 جنيه. طب حاج جاد، حضرتك دلوقتي جايب كمان معاك شهاده بانهاء الخدمه العسكريه. طب الخدمه العسكريه دي المفروض الشهاده دي بيدوها اللي هم خلصوا الجيش بتاعهم وانهوا فتره الخدمه بتاعتهم يا جماعه. المفروض طب السؤال دلوقتي انت ازاي مفقود في الحرب وازاي ادوا لك الشهاده دي؟ هنا عايزين نفهم في طنطا هي اللي قالوا كده. في طنطا قالوا لي في طنطا اللي قالوا لي ان انت متوفي، وفي المنصوره قالوا لي انت متوفي. اسمك سائق كيد، مالكش اسم عندنا خالص. انما اداره الجيش نفسها هي اللي انما ديت لما انا خدتها من الاداره من الكتيبه بتاعتي في انشاص، خدتها ورحت سلمتها للشركه. فانا راجع في القطر افتكرت ان الورق ده انا سلمته في الشركه، رحت جبته من الشركه. اثبتت ان انا صاحي. مدير الامن يشكر وقف جنبي، طلع لي البطاقه في ساعتين زمن، قال لي البطاقه بتاعك منتهيه، بقى يطبطب عليا. جميع الرتب اللي تخطر على بال اي حد من طنطا للمنصوره بقى يطبطبوا عليا وزعلانين عشاني. الفيزا بتاعتي اتسرقت
فكرت ان المعاش بتاعي وقف. لما لقيتها انسرقت رحت بلغت في التأمينات، قلت لهم ايه هو المعاش وقف انك مني ميت؟ قعدوا يضحكوا، قالوا لي لا التنفيذه اللي معاك ديت بتاع واحد ميت. التوته بتاعتي قال لي مظبوط ان هي ميته. راحوا مبلغين في مصر وعاملين لي فيزا ثانيه وقال لي المعاش بتاعك راجع لك تاني. يعني حضرتك يا حاج جد ما عملتش اي اوراق في ما عملتش الجيش؟ اي اوراق لا. خاصه بالجيش؟ ما اعرفش، ما انا بقول لك كنت فئه الوعي ما اعرفش حاجه. طب وبالنسبه للمحاربين القدامى حضرتك مالكش فيها اي اوراق ما خاصه؟ طلعوليش حاجه هنا. هنا في المحافظه قابلتهم كلهم قالوا لي ما عندك مالكش اسم عندنا. طب حضرتك دلوقتي تحب توجه الكلمه لمين؟ انا بوجه للناس المسؤوله، انا عايز حقي زي ما الدوله خدت حقي وحاربتها من تحت راسها، وعندي استعداد احارب تاني من تحت راس الدوله لو حد اتعدى عليها. عايز حق من الدوله، انا ما بخافش اعزائي لانه المشاهدين، قوه خاصه. اعزائي المشاهدين، زي ما سمعنا مشكله عم جاد، مشكله عم جاد كلها بتتلخص في ان هو محتاج حقه من الدوله، هو كل ده اللي طالبه، وده ان شاء الله احنا بنناشد. واشكر الناس المسؤوله واشكر الرئيس السيسي واللي تحت منه واشكرهم ماشي لغايه وقتنا هذا، وربنا اللي يعلم انا بتكلم عليهم واقول لهم ايه. في نهايه أنا ما بخافش. في نهايه حلقتنا بنشكر الحاج جد وبنناشد الفريق محمد زكي وزير الدفاع. بنقول لحضرتك يا ريت حضرتك تنظر لهؤلاء المحاربين بنظره الانسانيه، وهم دلوقتي مش محتاجين حاجه من الدوله غير انهم ياخدوا بس حقهم. فاحنا دلوقتي بنناشد حضرتك ان حضرتك تساعد عم جاد في ان هو ياخد حقه وان هو يعيش حياه كريمه يستحقها زيه زي اي محارب. شكرا.